نلاحظ اللوحة التالية، ونحن نلون بالأحمر كل حرف يتم شرحه. الآن الملون بالأحمر حرف اللام، ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. تكلم ابن الجزري فيما لون بالأحمر أمامكم الآن على حرف اللام. طبعا لام منصوبة وكلمة وهمزة منصوبة، هي معطوفتين على فرققا مستفلا، يعني رققا همزة الحمد، رققا لام لله. أيضا لام لله نهانا الجزري رحمه الله عن تفخيمها. وأيضا يعني أنا لم أجتمع بأحد يقول لله مثلا، لكن لعله رحمه الله رأى من يفعل ذلك. لنا أيضا لعله رحمه الله رأى من يقول لنا فيفخم اللام، وهذا لم أره أنا. وليتلطف هذه أيضا يكثر فيها الخطأ. لماذا؟ لأن اللام الثانية مجاورة للطاء المفخمة. وليتلطف يقول أحدهم وليتلطف، فهذا لا يصح، بل عليه أن يقول وليتلا. وليتلا بعد أن ينطق اللام مرققة ينتقل إلى الطاء المفخمة فيقول وليتلطف. أيضا المثال الثاني وعلى الله، مثلا وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله لام على قد تتأثر بمجاورتها للام لفظ الجلالة. لام لفظ الجلالة في كلمة على الله مفخمة، لكن لام على ليست مفخمة، فلا يصح أن يقول القائل وعلى الله وعلى الله، بل يقول وعلى الله وعلى الله، فيرقق لام على ويفخم لام لفظ الجلالة. أيضا اللام في كلمة ولض، وقوله رحمه الله ولض إشارة إلى قوله تعالى ولا الضالين. نقول إشارة إلى قوله تعالى، لأن ولض ليست كلام الله هكذا مبتورة، ولكن الوزن الشعري لم يساعد الجزري رحمه الله على أن يأتي بكلمة ولا الضالين، فاجتزأها وجعل هذا الجزء إشارة إلى الآية الكريمة. أيضا هنا لما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضا، فاللام في ولا جاورت الضاد المفخمة، فلعلها تتأثر بها فينطقها القارئ خطأ ولا الضالين ولا الضالين. هذا لا يصح أبدا، بل عليه أن يقول ولا الضالين.